السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم فيديو جديد ديال واحد التحلية زوينة بزاف غادي تعجبكم. نتمنى يلقاكم بخير وعلى خير نتوما الاسر ديالكم ان شاء الله. هذا وقت التفاح، هذه التحلية ديال التفاح تتبان ماشي ديال التفاح ولكن تتجي بنينة لواحد الدرجة كبيرة، ثقوا بيا غادي تعجبكم بلادي بلاديك. بالنسبة للمقادير، الكمية التفاح اللي كانت عندكم انا خديت هنا غير جوج تفاحات ونص بالضبط، ما كترتش بزاف. ممكن تدوبلوا المقادير وممكن تنقصوا. هادو هما جوج تفاحات ونص تقريبا. كميه اللي بغيتو ماشي مشكل. وعندنا الحليب 3 المعالق نشا، 3 المعالق ديال سنيده، وهذاك الفلون ديال الفاني. صافي هادو هما المكونات اللي غادي ديروا في هاد التحليه. ومن بعد غادي يجي المذاق ديالها بحال ماشي التحليه ديال التفاح، تجي لذيذه وعاقده وزوينه ومشبعه. سهله بزاف وبسيطه، ما غاديش زعما ما غاديش تعذبوا فيها. ناخذ ديك الكميه التفاح نقيوها. اي تفاح كان عندكم شايط في الدار ولا صغير ولا كبير كيف ما كان ممكن تستعملوه، احمر ولا خضار. ولا تنديروا مع نصف لتر ديال الحليب. هنا الصراحه درت واحد نصف لتر ودرت معاه شويه ودرتو يطحن بزاف، يبقى يطحن واحد المده ديال 2 دقائق ولا 3 حتى يطحن مزيان. ومنين غادي يطحن غادي نصفيوه. ممكن تستعملوه بالقشور ديالو، ممكن تنقيوه. هاد التحليه تتقبل كل شيء، يعني سهله والنتيجه ديالها هائله جدا، يعني لذيذه بزاف. ملي غادي يطحن مزيان غادي نصفيوه في صفايه رقيقه، اي صفايه عندكم. هذا راه غير تفاح والحليب فقط، ما طحناتش ليه واحد الطريف ماشي مشكل. غادي تصفيوه وغادي تدوزو في هاد الصفايه مزيان. الا كانوا شي شوائب تحيدوا. باش غادي نزيدو عليهم هذوك المكونات اللي وريتكم ديال السكر، النشا، وديال الفلون. داك الفلون عا صغير ديال درهم ولا ديال 30 ريال، وداك ولا داك الزرق ديال درهم ماشي مشكل. هذا هو الفلون اللي قلت لكم بالفاني. بغيتو ديروا فلون ديال البنان ولا شي حاجه من الاحسن ديروا فاني ولا كراميل تا هو تيجي زوين. وغادي نزيدو 3 المعالق ديال النشا، 3 المعالق كبار على حسب هذوك جوج تفاحات ونص ولا 3. وغادي نزيدو 3 المعالق ديال سنيده عامرين مزيان حتى هما. سمحوا لي انا عند الوالده ديالي التراندايز سمحوا لي على الصداع. 3 ديال المعالق ديال النشا و3 المعالق ديال السكر سنيده وفاني. بالنسبه للسكر ممكن تنقصوا ديروا غير 2 معالق ولا وحده، لان التفاح حلو شويه. صافي هذه هي المقادير، وغادي ديروها فوق النار حتى تعقد. ومن بعد بالنسبه للتزيين بغيتو ديروا مكسرات، بغيتو ديروا الزبيب، بغيتو تخليوه بحال هكاك. انا درت واحد ديكور زوين غادي يعجبكم، واحد التزيين زوين بالنسبه للاخير ديال هاد التحليه. المهم اللي جا عندي جديد مرحبا به، يوصلوه الفيديو ديالي ونصبحوا اصدقاء. وبالنسبه للناس القدام مرحبا بهم دائما. صافي غادي نبقاو نغليوه فوق النار. من بعد ما زدنا داك السكر والفلون والنشا، ها القوام ديالو كيفاش تيولي زوين بحال هكا، واحد المذاق لذيذ بزاف صدقوني. صافي هادشي اللي كاين. هذه هي التحليه ديالنا. غادي نكبوها في كويسات، ومن بعد غادي نديرو الطبقه الثانيه اختياريه. الا بغيتو شاط لكم التفاح غادي ديروا به واحد الطريقه زوينه. هادو السليفات انا كي قلت لكم في دار ماما، ما المهم باش ما كان قضيت اللي كان في الدار قضيت به، ماشي في داري انا مسافره. صافي غادي نعمرو هاد الزليفات. وبالنسبه للتزيين غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير. النار تكون قليله باش ما يتحرقش.
وصافي تندخلوا للثلاجه على ما نكملوا الطبقه الثانيه اللي فيها التفاح. غادي نلقاوه عقاد مزيان، وغير شفتوا الطريقه كيفاش دايره ديال القوام ديالو كيفاش داير. صافي بالنسبه للطبقه الاخرى كنديروا واحد شويه السنيده في المقله وتنخليوها حتى تولي كراميل. نديرو فيها طريف ديال الزبده ونقطعوا التفاح كيف ما بغينا. درتو انا دوائر، عجبني الديكور ديال دوائر، درتو دوائر. بغيتو نتوما تقطعوه رقيق ديروه، بغيتو تقطعوه مربعات كيف ما بغيتو تلوحوا في هاد المقله. وصافي منين يتحمر غادي تشوفوا، غادي نديرو فوق الفلون ديالنا. ولا بغيتو تجربوه جربوا، غادي يعجبكم وغادي يعجب وليداتكم. صافي هادشي اللي كاين. خليتكم على خير، بسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.